أهلا بيكم يا حبايبي في حكاية أمل. تعالوا نحكي الحلقة الخامسة فيه وتقابل حبيب ونشوف ليل ولا جرى الليل. فارس ونهى وهم مروحين من الجونة وعمالين يتناقشوا ويتخانقوا، جت عربية خبطتهم من الجنب اللي فيه نهى كده. وبعد كده ليل ويوسف نزلوا وقعدوا يفوقوا فيهم، وليل قعدت تعيط وما بقتش مصدقة اللي بيحصل ده. إجلال بتدي العلاج لجوزها وبتقوله بالشفا ربنا يخليك لينا. قال لها أنا كبرت وبقيت عظمة كبيرة. قالت له لا، احنا محتاجين لك ومحتاجين لعقلك أنا والولاد. وهي قاعدة تتكلم معاه جالها تليفون من السكرتيرة بتاع يوسف وقالت لهم إن هم عملوا حادثة وفي المستشفى وكده. جريت لقت حازم، قالت له اخواتك عاملين ايه؟ قال لها كويس، فارس كويس، اغمى عليه وفاق، بس نهى بقى اللي في الرعاية جالها نزيف في المخ، وقال لها ان ليل كمان اغمى عليها من الخضة وكده. قالت له سقطت؟ قال لها لا. ليل في السرير ومعلقة محلول، وجدها وامها واختها جنبها وبتقول لهم انا مش مصدقة اللي حصل ده. مامة نهى وفارس قاعدة بتقول له حصل ايه والكلام ده كله، ونهى عاملة ايه؟ بتسأل الدكتور بيقول لها ادعي لها. قالت له ممكن اشوفها؟ قال لها ممكن تشوفيها بس ثانية واحدة كده، ما تطوليش وطلع على طول. وفرح جت قعدت جنب فارس وقالت له انا قلبي معاك وانا قلقانه عليك وما اعرفش ايه، وانت كويس ولو عايز حاجه قولي وما اعرفش ايه. مامته جت قالت له انت كويس؟ قال لها الحمد لله كويس. قالت له المهم ان انت تبقى كويس. قال لها نهى تعبانه. قالت له ماليش دعوه بنهى، المهم انت واخوك كويس. مامة نهى واقفة تبص من الإزاز وبتعيط. هنا إجلال بتقول ليوسف يا ريت ليل كانت أجهضت بقى في الحكاية دي وكنا خلصنا. قال لها معرفش الجنين مش راضي ينزل ليه. قالت له أنا هبقى أخدها وأديها للدكتور. ليل راقدة في سريرها ودخلت إجلال وقالت لها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، معلش ومعرفش ايه، المهم ان انتي تبقي كويسة والجنين يبقى كويس. قالت لها الحمد لله. قالت لها بعد ما تخرجي من هنا هاخدك للدكتور عشان يطمن على البيبي وكده. قالت لها ان شاء الله، انا كنت بقول كده برضو. فارس بيبص على نهى وزعلان قوي وبيقول لحازم انا السبب، احنا كنا بنتخانق وبنتناقش وجات العربية خبطتها. قال له ما تشيلش هم فوق همك، ان شاء الله ده قدر ومكتوب وان شاء الله هتقوم بالسلامة. رؤية قاعدة مع خالد وبيمضيها على ورق، وبعدين بيقول لها استني ما تمضيش، ده توكيل. قالت له طب وليه كده؟ قال لها بشوفك فايقة ولا لا. قالت له بس ده يوسف وجوزي وبحبه، وانت عارفني لما بحب واخلص من ليل دي وكل حاجة هتروق ان شاء الله. كريمان دخلت عليهم وقالت لهم هاي. روكا قالت لها وانا جايباكي من امريكا عشان تشتغلي معايا وتعملي بيزنس ولا عشان تسهري في الحفلات وكده؟ قالت لها واحدة واحدة عليا. وبعدين قامت وسابتها ومشت. بتقول لخالد مالها؟ قال لها اصل هي مش في حالتها الطبيعية اليومين دول، وانتي عرفتي بالحادثة اللي حصلت. يوسف قاعد مع ليل وبيقول لها الحالة صعبة جدا. وبعدين التليفون رن. قالت له مين؟ قال لها ده زينة. قالت له طب رد. قال لها ماليش نفسي ارد. راح قايم وقال لها انا قايم اغير هدومي. قالت له انت واخد تليفونك معاك ليه؟ فضل يزعق ويقول لها وانا محطوط تحت المراقبة ولا ايه؟ هو انا خدت تليفوني تقولي واخده ليه؟ لو حد رن تقولي رني ليه؟ في ايه؟ ما ترحميني، هي الناس بتكبر تعقل ولا تكبر تخيب؟ فارس حزين على نوها وعمال يفتكرها. وابنه قال له انا عايز ماما. قال له ماما مسافرة شوية كده وهتيجي. ليل قاعدة تفطر هي ويوسف والبنات وبتقول له اتكلم مع البنات. قال لهم ازيكم عاملين ايه وبس. راحت قالت له هو ده الكلام؟ قال لها يعني اقول لهم ايه يعني؟ وبعدين قال لها انا ماشي. قالت له هتتاخر؟ قال لها اه هتاخر عشان عادل صاحبي عنده مشاكل وكده وانا رايح معاه احلله مشاكله. قالت له هو على طول عادل عنده مشاكل وعلى طول انت بتحلله مشاكله؟ قال لها هو في ايه؟ هو انا بقيت موضع شك؟ وبعدين عادل ده زميلي من مدرسة وعايزني ما اروحلوش؟ فارس عمال يلبس ادم ابنه لبس المدرسة ومش عارف يلبسه، وبيقوله ده لبس السنة اللي فاتت. وبعدين بيركبوا العربية اللي هتوديه المدرسة، لقى ليل. قالت له هو عامل ايه؟ قال لها مش عارف اتعامل معاه خالص وعمال يسأل على مامته على طول. قالت له ما تقلقش، لما يرجع من مدرسة انا مش هسيبه وهخليه معايا، هو بيحبني وبيحب البنات، ما تقلقش عليه. قال لها متشكر قوي يا ليل. قالت له مامته عاملة ايه؟ قال لها ربنا يتولاها برحمته. هنا ليل قاعدة مع مامتها واختها. مامتها بتقول لها بس ده مجهود عليكي وضغط عليكي عشان انتي حامل وكده.
قالت لها ما تقلقيش عليا يا ماما، ما تزعلنيش منك، ده واجب وده طفل وانا بحبه. فارس راح لنهى وعمال يكلمها ويقول لها انا كل ما بتكلم بتسمعيني وبتحسي بيا، ليه المرة دي مش سامعاني؟ وعمال يكلمها ويعتذر لها ويقول لها قومي بالسلامة بقى. يوسف راح عند رؤية وقاعدة بتقول له خد اشرب. قال لها اللي حصل ده مش سهل خالص. قالت له انا لولاش الحادثة دي كان يبقى ليا معاك كلام تاني، على كدبك معايا بقى واخد اللي اسمها ليل دي معاك تتفسح وعمالين تلعبوا والكلام ده كله، وبتضحك عليا وتقول ماليش علاقة بيها وسايبني هنا. قال لها هو انا ناقصك كمان؟ مش كفاية اللي فيا؟ انا جاية اريح دماغي شوية تقومي تعكنيني عليا؟ دخلت كريمان قالت لها في ايه؟ قالت لها اسأليه. راحت قالت له في ايه؟ قال لها زعلانة يا ستي. قالت له انا زي اختك وانصحك تشوف لك حل، لانها مش هتقدر تعيش العيشة دي كتير. ابوهم قاعد في الجنينة وبيكلم الراجل اللي شغال عنده وبيقول له عيالك عاملين ايه؟ قال له الحمد لله تمام، بس محمد ابني مغلبني شوية، ما بيذاكرش. قال له ما توديه صنعة وتعلمه صنعة، انت عايز يعني تطلعه مهندس يبقى زي ابني يوسف وابني فارس ويروح يقول لهم انا مهندس زيكم شغلوني معاكم؟ لا روح علمه صنعة احسن لك. ليل واخدة ادم ابن فارس في حضنها وبتنيمه، دخل فارس لقاها بتنيمه سابهم وطلع قاعد بره. راحت قالت له ما تقلقش عليه هو كويس جدا، وبكره ما يرجع من المدرسه انا هقعده معايا. قال لها انا اسف اللي اخرتك على الدكتور وكده. قالت له لا ولا يهمك، بس هي نهى عامله ايه؟ قال لها ادعي لها كويسه. شهد بتكلم اختها وبتقول لها اتصنتي على ليل واعرفي اي حاجه واللي انت عايزاه انا هديهولك. جت الشغاله التانية وقالت لها انت قاعده بتعملي ايه هنا؟ قالت لها بكلم اختي. قالت لها لا ما تكلميش اختك وامشي. قالت لها انا ماشيه. قعدت مع اختها برضو وقالت لها تصنتي على ليل وبرضو اللي انت عايزاه انا هديهولك. الممرضه اللي عند الدكتور قريب اجلال هانم بترتب الحاجه ولقت الحقن بتاعه الاجهاض، راحت شايلها في الدرج وطلعت له حقن تانية. ولما سأل على الحقن قالت له انا شلتها في الدرج. ولما دخلت اجلال هانم وليل عنده، الدكتور قال للممرضة طلعي ليل على السرير. فوهي بتطلع ليل كده لقيته بيعبي حقنة الإجهاض، فكانت هتقول لها، راح هو قايم ولحقها وقال لها يلا اطلعي برا. وراحت طلعت برا وهو راح مديها الحقنة بتاع الإجهاض. قال لها ما تخافيش دي حقنة بتثبت الحمل وكده. قالت له طب ولازمتها ايه؟ قال لها عشان الإجهاد اللي تعرضتي له الأيام اللي فاتت دي. قالت له ماشي شكرا يا دكتور. ليل وهي قاعدة مع امها واختها بتقول لها انا هاجي اقعد معاكي وكده ساعدك اليومين دول. قالت لها ماشي. امها قالت لها لا ما ينفعش. قالت لها ليه ما ينفعش؟ انا اقعد معاها. وعمالة تقلب في الموبايل قريت خبر موت عادل صاحب يوسف جوزها اللي بيروح يحلله المشاكل، زميل الدراسة بتاعه. قالت ايه ده عادل مات؟ ايه ده يا يوسف هيزعل قوي. وراحت متصلة بيوسف تقوله اتاري يوسف مع روكا ولقاها بترن عليه. روكا قالت له ما تردش. قال لها لا هرد. راح ردت عليها قالت له انت فين؟ قال لها انا مع عادل قدامي اهو وقاعد بتكلم معاه. قالت له ازاي قاعد وبتتكلم مع واحد ميت؟ ده عادل مات خلاص. قال لها ازاي؟ شكلك اتكشفت يا يوسف انت وروكا بتاعتك. وانتهت الحلقة عند هنا. ما تنسوش اللايك